لو فاكر إنك شاطر في التعامل مع الستات، استنى لما تتجوز اللي عندها أزمة وجودية بسبب ضفرها. أنا كنت فاكر الجواز مسؤولية واهتمام، بس بعد أول أسبوع فهمت إنه اختبار صبر من نوع خاص. النهاردة صحيت من النوم، لقيت مراتي قاعدة على السرير ساكتة ومكشرة ومسكة صباعها كأنها بتودع ضفرها الأخير. بسألها: في إيه يا حبيبتي؟ قالت لي: ضفري اتكسر، وإزاي هروح فرح صاحبتي بكرة وأنا كده؟ قلت يمكن بتهزر. ضحكت. هوب وشي اتبدل. بصت لي وقالت: هو أنت شايف دي حاجة تضحك؟ أنت مش هتحس باللي جوايا. تخيل كده لو شنبك كان أطول من الناحية التانية، هتستحمل؟ وقفت ساعتها مصدوم. أنا اتجوزت أنثى ولا مسلسل تركي مكثف في جملة واحدة؟ الموقف التاني بقى، واحدة صاحبتي بتحكي لي: أنا ساكنة في الدور الأخير وكنت راجعة من الشغل مستنية الأسانسير، في راجل واقف قال لي: طلعت الدور التاني؟ قلت له 12. قال لي: تمام، أنا كمان طالع، نطلع سوا؟ قلت له بكل أدب: لا حضرتك اطلع الأول. قال لي: براحتك واطلع، ثواني والكهرباء قطعت والأسانسير واقف بين الدور التاني والتالت. فضل يزعق جوه: حد يسمعني؟ وأنا واقفة بره بشرب عصير وبتفرج من بعيد. قلت لنفسي: سبحان الله، ربنا بيحمي البنات في طرق غريبة. حط قلب لو حسيت إنك عايش نفس المعاناة، واكتب في الكومنتات: ربنا يصبر كل الأزواج والزوجات. وفولو عشان توصلك كل القصص الكوميدية الجديدة أول بأول.